اهلا بيكم في باسهل طريقه مع مين. النهارده هنعمل الفطير المشلتت الجبار، حاجه في منتهى الجمال، سهله وبسيطه في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اشتغل هشغل الفرن على اعلى درجه حراره، ولو كان الفرن عندي بمروحه يبقى هشغل فرن بس، لو مش بمروحه يبقى هشغل الفرن والشوايه. هحط بقى في العجان بتاعي او في اي حاجه غويطه، هحط كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات، وهحط عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقه كبيره من السكر، وهخلطهم مع بعض. ابتدي بقى ازود ميه عاديه جدا من الحنفيه، شويه بشويه كده، طول ما انا بخلط لغايه يعمل لي عجينه متماسكه ما بتلزقش بس في نفس الوقت طريه. بعد العجن ده كله طبعا تعجني كتير جدا لغايه لما تبقى العجينه عندك بالمنظر ده. بصي بتمط كده، تمط معايا وطريه. بصي نفس الوقت ما بتلزقش. احط في ايدي شويه زيت كده وهمسحها كده. بصوا هي نعمت ازاي، ولما هسيبها ترتاح هتنعم اكتر واكتر. اغطيها واسيبها ترتاح. في طاسه بقى سيحت شويه سمنه كده، شويه سمنه حلوين على النار، تسيح بس، يعني ما قدحتهمش ولا اي حاجه، وحطيت فيهم حته قشطه كده وشلتهم على طول وحطيتهم على جنب. هرش بقى على الترابيزه عندي كده شويه دقيق خفيف كده بتاعتي. بصوا بقت عامله ازاي. بصوا هنزل بيها بقى كده، هقسمها جزئين. هاخد اول نص كده، افرده مستطيل، فردناها مستطيل. هاخد بقى السمنه بتاعتي وابتدي ادهن بيها الفطيره الجميله دي. لفه كده. خلوا بالكم الفطيره الحمد لله وانا بفردها ما اتقطعتش مني خالص، وده يخليها ان هي تنفش وتورق كده وهي بتستوي. نبتدي نلف كده رول. الرول ده اللي هيديني التوريقه. هقفلها كده، هضغط تساوي. انا هقطعها ل3 فطاير. تمام. هاخد بقى كل فطيره كده واقفلها كويس. بصوا بقى، بصوا من هنا، بصوا الرول عامل ازاي، بس اللفه عامله ازاي. هنسيبها تريح على جنب اهو. نفس الكلام دي هنقفل. بصوا المنظر. واللي عملناه في الجزء الاولاني من العجينه هنعمله في الجزء الثاني. بعد ما عملناها رولات كده سبتها ترتاح نص ساعه كمان، يعني احنا كده عملنا راحتين، نص ساعه في نص ساعه. دي هدهن شويه زيت كده
هحطها وهبتدي افردها. معلقتين سمنة هحطهم كده، هفرشهم عليها. لازم يبقى السمنة مغطياها كل العجينة. هلمها، هجيب صينية مدهونة وهحط فيها الفطيرة بتاعتي. مش هفردها دلوقتي خالص، هسيبها ترتاح وهعمل اللي بعدها بنفس الطريقة. بعد الفطيرة كده مرتاحة تلت ساعة كمان، دي افردها. هتتفرد معاكي بمنتهى السهولة لانها مرتاحة وزي الفل. مش هفرد قوي عشان ما ارفعش، هاخد من النص كده واطلع على بره. خلاص فردنا الفطيرة بتاعتنا. هنجيب بقى حتة سمنة كده او حتة زبدة او شوية قشطة اللي عندك يعني، وهندهن بيه الوش قبل ما ادخلها الفرن. طبعا الفرن بصوا انا مشغلاه من امتى، من بدري جدا، من قبل ما اشتغل خالص، علشان يبقى سخن مولع. لازم الفرن يبقى سخن جدا. يعني شايفين اوبا، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. بصوا حاجة كده من الاخر فاخرة. لازم يا جماعة تجربوه، وان جربتوه وعجبكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد. دي كانت طريقة عمل الفطير المشلتت الروعة بأسهل طريقة مع مين.